في حراس المرمى مصطفى شوبير غلط في كوره او كورتين، ف ممكن يعني ياخد ممكن 7 من 10 8 من 10. برده ما اختبرش في كور كتير، وفي الكور جات له يعني اتعامل معاه بشكل كويس ما عدا كورتين. لعب قدامه ياسين مرعي وهادي رياض نفس التقييم، كل واحد هياخد 7 من 10. اقل سن من الماتش اللي فات، عشان الماتش اللي فات كان فيه اللي هو عايزين نجز سنه اكتر. الماتش ده مش وحشين، بس هما يعني سنه الجز دي لو كانت موجوده كان ممكن التقييم يعلى شويه. ناحيه يمين لعب احمد رمضان، لعب 25 دقيقه ما لعبش كتير، ممكن 4 من 10 او 5 من 10 شويه اللي لعبهم. ناحيه الشمال كوكا عامل ماتش حلو النهارده، كان متحرر اكتر بسبب ان تريزيجيه مش موجود. تريزيجيه مشكلته ان هو كان كل ما الكوره بتجيله كان على طول يلعب لوحده يلعب لوحده. لكن الناحيه المره دي اذا كان زيزو لما كان بيميل ناحيه الشمال او بن شرقي، لا كان بيطلعوا كوكا، كان كوكا بيبان. فكوكا النهارده ممكن ياخد 7 من 10. لعب في نص الملعب مروان عطيه، كل الماتشات اللي فاتت، ماتش بيراميدز الزمالك سيراميكا، كل ماتش بنقول مروان عطيه من نجوم الماتش من نجوم الماتش من نجوم الماتش. مروان عطيه النهارده 8 من 10 مستريح. لعب جنبه امام عاشور احسن من الماتش اللي فات شويه. الرعونه قلت من امام شويه الماتش ده، فممكن امام النهارده ياخد 7 من 10. لعب على اليمين حسين الشحات نجم الماتش النهارده، هو اللي فتح لك الماتش في الدقيقه 7، بعد كده يجيب لك ضربه جزاء في الدقيقه 20. فحسين الشحات النهارده ياخد 9 من 10. على الشمال لعب زيزو، عمل ماتش نوعا ما يعتبر يعني ممكن هو اقل واحد النهارده في اللي بدأوا اساسي، فممكن ياخد 4 من 10. لعب قدام بن شرقي وطاهر، زي ما قلت لك في اول الفيديو ان طاهر كان بيبدل مع حسين وبن شرقي، كانت في لا مركزيه في الحته اللي قدام دي. بن شرقي يعتبر ثالث نجوم الماتش بعد حسين ومروان عطيه، ممكن ياخد 7 من 10. لعب جنبه طاهر محمد طاهر، برده ماتش مش وحش من طاهر، اقل من الماتش اللي فات لكن ماتش يعني يعتبر متوسط او فوق متوسط بحاجه بسيطه، 6 من 10. طاهر محمد طاهر. نزل محمد هاني بعد ما نزل في الدقيقه 25، في كذا كوره وكذا فرصه اتيحت لانبي من ناحيته، لكن بعدها تدارك الموضوع من الشوط الثاني نوعا ما. بس هاني ممكن ياخد عشوائي اللي لعبه النهارده، او هو يعتبر لعب ماتش كامل يعني مع عدا كام دقيقه، ممكن ياخد 6 من 10. محمد هاني نزل كمان بن رمضان ومروان عثمان، حاولوا يعملوا حاجه نوعا ما، فممكن ياخدوا المتوسط 5 من 10. وبرده نفس الكلام عمر سيد معوض نزل وكان بيحاول يعمل برده حاجه، برده لعيب صغير نفسك تشوفه عايز يعمل حاجه لنفسه، فممكن برده 5 من 10. وصح برده نزل اديو ديانج بين الشوطين، فديانج لعب شوط كويس احسن من ماتشات فاتت كتير. فديانج ممكن النهارده ياخد 6 من 10 على الشوال اللي لعبهم، برده ساهم في الجون الثالث.